السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. ووصفة اليوم كيف كتشوفوا هما الرغايف معمرين بالشحمة اللي متعودين عليهم في المطبخ المغربي. وصفة كتفكرنا في الصغر ديالنا. هنايا غادي نحتاجو المقادير ديال الحشوه. غادي نحتاج فيها البصله الخضاريه. الا ما توفرت لكمش البصله الخضاريه تقدروا تستعملوا البصله العاديه، ولكن البصله الخضاريه كتجي بنينه. انا خديتها هنايا طحنتها في الحشوه، استعملت كميه لا باس بها. وخديت الشحمه ايضا حتى هي كانت عندي مجمده في المجمد وطحنتها حتى هي في الهشوه. تقدروا تحكوها وتستعملوا اقل من هكا او اكثر. قزبره ومعدنوس مفرومين. بالنسبه للعطريه اللي استعملت في الحشوه، انا نقول لكم استعملت هنايا معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الكمون مطحون، معلقه صغيره ديال القزبر حبوب حتى هو مطحون، والملح كيبقى حسب الذوق، الابزار، والقليل من السودانيه باش ما يجيوش حارين. نتوما الا بغيتوهم يجيو حارين تقدروا تستعملوا اكثر من هكا. في مقادير العجين غادي نحتاج 2 سلايف ديال الدقيق الابيض مع زلافه وحده ديال الفينو. ديما الفينو كيكون اقل من الدقيق الابيض. قبيصه ديال الملح. انا هنا ما غاديش ندير فيهم الخميره د العجينه، غادي ندير فيهم فقط القليل من خماره الحلوى، هي اللي كتجي فيهم زوينه. غادي نمشي اول حاجه ناخذ الحشوه وغادي نشحرها فوق البوطه. غادي ناخذ البصله ونوضعها في كاسرونه، وغادي نضيف ليها 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه. ما غاديش نقوي الزيت، علاش؟ لانه عندي الشحمه كتطلق نداء. صافي. هنا باش ما تجيش باسله ديك الحشوه ولا بد نديرو شويه ديال الزيت. وغادي نضيف الشحمه اللي انا حكيتها ولا طحنتها، المهم على حسب. غادي نضيفها للحشوه ديالي، وغادي نضيف ايضا قزبر ومعدنوس مفرومين، وغادي نضيف العطريه اللي سبق لي ذكرت، ونحطهم فوق البوطه على نار مهيله. هي شويه حتى كنحس بديك الشحمه بدات كذوب والبصله بدات كتقلى. صافي. وغنطفي عليها ونخلي ضروري الحشوه تبرد. البنات بعد ما شحرت ديك هنايا رجعت البصله مع معكم الشحمه من بعد ما حتى كتشوفوا شحرت ديك الشحمه تقريبا الحشوه دابت، فوق غادي نخليها البوطه. حتى تبرد وعاد غنعمر بها ها هي الرغايف. الشحمه كتشوفوها دابت، العطريه دخلات فيها. غادي ناخذ العجين ديالي اللي كنت عجنت قبيله، وغادي نبدا نطلقو بالزيت. غادي نبدا نطلق كل قريصه بوحديتها، كنطلقوها فوق سطح العمل مزيان حتى كيبان سطح العمل مزيان. وغادي نضيف القليل من الحشوه. تقدروا تستعملوا، المهم الحشوه كيبقى اختياريه، بغيتوهم يجيو عامرين كتعمروهم مزيان، بغيتو يجي فيهم هي شويه كديروا فيهم هي شويه. هنايا انا كنطلق العجين. هنا الحشوه ضروري كتكون بارده. تشوفوا الشكل ديالها ملي كتبرد كيفاش كتولي كتجمد على هذيك الشحمه. علاش؟ لان الا درتوها باقا سخونه غادي تقطع لكم العجين. صافي. وغادي نحاول نوزع ديك الحشوه في الجوانب ونوزعها كامله عليها، ونبدا نطوي. هنايا غادي نشكلها على شكل مربع ونلف الجوانب. صافي. وغادي نعاود ناخذ قريصه واحده اخرى نطلقها بنفس الشكل في الاول حتى كنطلقها مزيان حتى كيبان سطح العمل، وكندير فيه الاولانيه. هنايا رجعت معكم بعد ما طابوا الرغيفات ديالنا، جا المذاق ديالهم زوين بزاف وحتى اللون. انا نفتح معكم وحده تشوفوها كيفاش جات من الداخل. جربوه غادي يعجبكم بزاف بزاف مع شي كويس ديال اتاي، كيجي رائع في الكوتي. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. وشكرا.